في الاجزاء اللي فاتت من الحكايه شفنا ازاي سونج جاله اشعار من النظام بيعرفه بالمهمه الجديده، وشفنا كمان قتالاته داخل المجال ده وصولا الى قتاله مع قائد الفرسان اغريس، واللي كان قتال جامد بكل المعاني، وسونج انتصر فيه على اغريس بالعافيه. بس بعدها النظام بيبعت اشعار تاني لسونج، وجنود كتيره بتهجم عليه من كل اتجاه، وده لانه لو عاوز ياخد الوظيفه لازم يخلص على كل الفرسان والوحوش ديت الاول. فهل هيقدر سونج بجروحه الخطيره ان هو يواجه كل دول ولا لا؟ وايه اللي هيحصل معاه في الحلقه دي؟ تعالوا بينا نكمل باقي الحكايه. بعد تجمع الفرسان وهجومهم على سونج بكل وحشيه، الواد بيفهم الوضع اللي هو فيه، بيقول انا لو ما قتلتش كل دول دلوقتي فانا مش هروح عايش من هنا. نزل ضرب فيهم مش راحمهم، الفارس ورا التاني، وحرفيا سونج ما بيهزرش. بس للاسف اعداد الفرسان كتيره جدا وتعتبر ما بتخلصش. الواد بيعافر وبيضرب فيهم، ولكن بينضرب برضه، ايده بتتعور وجلده بيتشال، والواد برضه لسه بيعافر. جسمه في الوقت ده ما عادش قادر يستحمل، الرؤيه معاه بقت خلاص مشوشه، وبرضه سونج متماسك، بيظهر له هلوسه كده من حواليه وكأن الكل بيطلب منه يستسلم، ولكن برضه ما بييأسش وبيفضل يقاتل بكل قوته. بعدها بقى بتظهر له نسخه من شكله قبل كده، وبدأ يكلمه بيقول له عامل ايه يا عم سونج؟ بالرغم من ان قوتك زادت وشكلك اتغير لسه برضه بتتحط في مواقف بتواجه فيها الموت. انت على رأي المثل مهما اتغيرت او بقيت اقوى هتفضل سونج الضعيف اللي مش هيقدر يعمل حاجه، اضعف صياد في العالم، فاستسلم يلا لموتك وودع الحياه. سونج بيسمع الكلام ده طبعا ورافض ان هو يستسلم، بيحارب في كل الفرسان وبيهجم عليهم بكل شراسه، ولكن فارس من وراه بيظهر هو مش واخد باله وبيديله واحده في دماغه بتهشمها. فارس تاني بيهجم عليه وخلاص الواد حس ان دي نهايته، قال شكلها دي النهايه، انا خلاص كده ميت وش. بس انت بقى متخيل ان دي النهايه بتاعته يا صديقي؟ لا والله، فجاه بتظهر له رساله من النظام بما ان سونج ما طبقش المهمات بتاعته النهارده، فعلشان كده هيتنقل لمكان العقاب. الفارس هو كمان في الوقت ده كان خلاص هيقتله، ولكن هوب الواد اتنقل. ده ايه العقاب الحلو ده؟ فعلا كما يقال المثل الحظ هو كمان يعتبر قوه، وبسبب ان سونج ما عملش المهمات في اليوم اللي فات اتنقل لمكان العقاب، وهنا هيعرف يستخدم الادويه ويقتل في الوحوش ديت ويزود في طاقته كمان وكمان. بالفعل الواد بيشرب شويه ازاز كده والتعب بتاعه بيروح. سونج خلاص حس انه بقى احسن، وظهرت له الوحوش اللي كانت بتجري وراه قبل كده، ولكن ده سونج القديم انتهى والجديد عنده قوه جباره يا صديقي، بيقتل في الوحوش ديت الواحده في الثانيه، واخيرا مستوى بدا يزيد. بعد ما مستوى سونج بيزيد جروحه بتخف ومهاراته بتعلى، الدنيا اخر روقان، ما عادش فاضل بس في وقت العقاب غير 10 دقايق، وحرفيا سونج بقى في احسن حالاته. بيشتري بعدها سلاح من المخزن بتاعه اسمه قاتل الفرسان، والسلاح ده جامد اخر حاجه وهيخليه يقدر يخلص على الفرسان اللي هناك. بعدها بيربط دراعه وبيستخدم الحجر اللي اخده من اغريس، ايوه اسمه حجر الحاكم، والحجر ده بيديله القوه ان هو يتحكم في اي حاجه حواليه، ولكن بشرط ان جسمها ما يكونش كبير قوي. بعدها الوقت بيخلص وسونج بيرجع على مكان الفرسان. في نفس الاثناء ديت بقى كان رئيس مجموعه الصيادين بعت نخبه من المغامرين على جزيره جيغو، وكان هو والمساعد بتاعه عارفين خطوره الجزيره دي ومستنيين الاخبار عنها باسرع وقت. وفعلا في الوقت ده كانت الصيادين راكبين الطياره وخلاص قربوا على الجزيره، بس فجاه الطياره بتاعتهم بتشوف كائن غريب كده، الكاميرا مش قادره تحدد ايه ده. في نفس الاثناء دي كان سونج بعد ما رجع على مكان الفرسان اشتغل ضرب فيهم من كل اتجاه. السلاح الجديد بتاعه هو كمان كان جامد وفعال جدا ضد الفرسان دول، مساعده على الاخر. بس سونج مهما يقتل في الفرسان اعدادها ما بتقلش وبرضه مستواه ثابت، وفي وقتها الواد بيعرف ان في حد ورا الفرسان دي ولازم يقتله الاول علشان العمل يهدى. بيركز حواسه فعلا وبيعرف ان الساحر ده شكله غريب وجنبه بوابه استدعاء كده. الواد على طول بيطير من على الفرسان دول وبيديله واحده بسيفه بتجيب اجله. بعدها جزء كبير من الفرسان بيتهزم وبيجي لسونج اشعار بهزيمه اول وحش. الواد بعدها بيفهم كل حاجه وبيحدد مكان كل السحرة الباقيين، بيطير على الكل وما بيرحمش اللي بيقابله، يمين شمال الكل بياخد على دماغه. المهارات الجديده لسونج مسيطره والواد حرفيا بيعمل عظمه. بيخلص بعدها على جبل من الفرسان والوحوش، وبيخلص كمان على الصحراء. اخر 3 بقى من الوحوش بيشوفوا انهم خلاص ما عادش غيرهم ولازم يتحدوا عليه علشان يقتلوه. بيعملوا فارس عملاق عليه فعلا وبيهجم على سونج بكل وحشيه. بس انت بقى متخيل ان الواد هيفرق معاه وحشيه ذات نفسها يا صديقي؟ لا والله، هوب مره واحده بيطلع لفوق النجفه دي بينزلها على دماغه، بيطير بعدها ناحيه الصحراء بكل غباء، اللي بيقف قدامه بيتمحى. بيوصل عند مكان الصحراء الثلاثه وهوب احلى مسا عليكم. سونج خلص على كل اللي قدامه، بس الفارس كان لسه عايش، هجم على سونج تاني ومش سايب فرصه يضربه. تخيل بقى ان سونج هيسيبه يكتر في الكلام قدامه يا صديقي؟ لا والله، الواد بيجمع كل قوته تاني وبوم بيخلص عليه. ايوه كده اخيرا سونج انتصر، اكمل المهمه بتاعته. 4 ساعات ونص ده الوقت الاجمالي. الجوائز من النظام بقت بالهبل. بعدها النظام اخيرا بيبعت رساله ليه بالوظيفه بتاعته، ايوه دي اللي سونج كان بيحارب وهيموت علشانها ولازم تكون حاجه جامده. الوظيفه بتاعته بتظهر وهوب سونج اتصدم. الوظيفه
الوظيفه مستحضر ارواح. ده ايه الهبل ده؟ سونج مش مصدق، بيقول انا قدرتي جسديه وما طورتش ذكائي، واستحاله يبقى عندي سحر كافي للوظيفه دي، انا هرفضها بسرعه. قال لا فعلا. النظام قال له بالرغم من ان الوظيفه دي تعتبر كنز سري هترفضها برضه. هنا بقى سونج هدا قال يعني ايه كنز سري؟ هل الوظيفه دي فيها حاجه انا معرفهاش؟ مشى في المكان ده كله بيفكر في اللي هيعمله. بيشوف بعدها جثه ساحر كده مرمي على الارض، بيفتكر كل قدراته. ايوه ده كان عنده قدره سحريه جامده جدا، ولكن قدراته الدفاعيه معدومه. هل لو انا قبلت الوظيفه دي هيكون عندي الطاقه السحريه بتاعته؟ انا كده كده دفاعي جامد وطاقتي بتزيد، خلينا نقبل المهمه ونشوف ايه اللي هيحصل. وفعلا سونج بيختار قبول الوظيفه. بعدها طاقه سوداء كبيره جدا بتتجمع عليه، بتملى المكان بالكامل. الواد كان واقف مش فاهم اي حاجه، ولكن بيلاحظ طاقته بتزيد، حرفيا متمزج. الاندماج اخيرا بيخلص وسونج بقى مستحضر ارواح. بس بسبب انه قتل كل الاعداء في المكان هنا، الوظيفه بتترقى كمان مره وبيبقى ملك الظل. ايوه ده شكله هيكسر الدنيا. بعدها بقى سونج بدا يحس بارواح الفرسان الموجوده حواليه في المكان، وموجود كده اشعار فوق راسهم مكتوب ممكن استخراج الظل. الواد بيقول مش مشكله نجرب، وبيحاول يستدعيهم فعلا. بيختار كلمه عشوائيه وبيقول قيام، وهوبا الكلمه بتتكتب في النظام وكل الفرسان الموجودين بيقفوا قدامه. ايوه ده جيش الظل بدا من النهارده. وحرفيا سونج كان مصدوم وفرحان جدا من القوه بتاعته. الوظيفه ديت بقى كانت منقسمه الى جزئين، جزء بيستخرج ظل الموتى والجزء الثاني بيخبيهم في الظل بتاع سونج. الوحوش ديت بقى طاقتها بتزيد بناء على قوه صاحبهم، يعني كل لما مستوى سونج بيزيد كل لما الوحوش ديت طاقتها هتزيد وهتبقى اقوى. بس هل ده معناه ان سونج يقدر يستدعي اي حد؟ طب خلينا نجرب كده على اغريس بالمره. راح قدامه فعلا، لقى الاشعار بيقول له ينفع تستدعيه، بس كانت طاقه سونج في الاستدعاء مش هتسمح، وعلشان كده لازم يرجع شويه جنود وياخد طاقتهم. عمل كده فعلا، بدا يستدعي اغريس علشان يخدمه. الطاقه بتاعت الوحش كانت ملت المكان، ولكن محاوله سونج بقت بالفشل. حاول يقومه كمان مره بس برضه من غير فايده. كده فاضل مره واحده، ولو سونج معرفش يستدعيه فاستحاله يقدر يستخرج الظل بتاعه تاني. الواد كان عارف ده، وعلشان كده قال لاغريس انت هتفضل لحد امتى تحمل عرش الفارغ ده؟ الفارس اللي زيك لازم يرفع سيفه علشان يحمي الملك بتاعه. سيفك هيفضل لحد امتى متعان علشان واحد ما عبركش ورجع لهنا؟ تعال معايا انا محتاج لسيفك. قيام. ومرة واحدة طاقة إغريس بتظهر بتجتاح المكان بالكامل. أيوة سونج بيبتسم وبيعرف بنجاحه، أخيرا كده سيطر على إغريس واللي يصنف فارس من الرتبة الأولى أو أعلى منهم بشوية. الفارس بقى هو كمان بيروح على سونج وبيركع قدامه، وده معناه إنك خلاص بقيت الملك بتاعه من النهاردة، وحرفيا خلاص هتبدأ معجنة. كل الفرسان هم كمان كانوا ركعوا ورا إغريس، وشكلنا هنشوف الموسم الجاي عظمة يا صديقي. بس طبعا لحد هنا بيخلص الموسم الأول، وأول لما الموسم الثاني ينزل هنزله بإذن الله. فما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة علشان هانت جدا على 1.5 مليون يا صديقي. ويلا سلام سلام سلام.